هاك شد هذا. بارك راه كاين الشمس بما فيه الكفايه. دابا الاخوان ديالنا بقيت كنشوف فيكم لقيتكم قلال. بياض المعلم. نعم. راس بياض. رحمة الله اللي باقي موجود في بلاصتو بعدا. تبقى من غير حيت بياض. دابا شويه غير زرق. واش دابا زعما هذا الشيء اللي كيدوز علينا ساهل راه ما خصوش يبيض، خصو ما نعرف شنو خصو كحل يبيض يعاود يكحل كحل وتيجيو عند العمال وكيدغنشوا عليهم تيقولوا لهم شي كلام الناس كيفهموا تيمشيو في حالتهم تيخليهم بوحدهم حتى هما دابا سيروا شوفوا شحال عندهم. الوقت اللي كنت انا رئيس ديال الحكومه لغاو الاحتفال بفاتح ماي اكثر من مره داروا بناقص حيت عارفين ريوسهم غادي يجيو ما تلا معاهم حتى شي واحد ولا العدد القليل ولا بعض الناس المأجورين. هذه هي المساله الاولى وهذه النقابه ديالكم ما كديرهاش. النقابه ديالكم الاخوان واخا تكونوا قلال نقابه صادقه وصافيه نقابه نزيهه نقابه يدها نظيفه ما عمرها غتبيعكم ما عمرها غتشريكم ولا شي واحد شكيتيو فيه دار شي حاجه ماشي هي هذيك غتقولوها لينا غنتفاهموا معاه. لان هذا الاخ تيقولوا الشراكه ما كاين لا شراكه لا والو. حنا اللي اسسنا النقابه الدكتور الخطيب رحمه الله هو اللي اسس النقابه ديالنا وحنا ديالها. اذا المساله الاولى هي هذه النقابات ولاو الا من رحم ربك مبيوعين مشريين وخصوصا واحد النقابه ما حشمش الرئيس ديالها رغم اننا كنا مكبرين به في الحكومه والى اخره. قال لهم هذه العداله والتنميه اللي طاحت ما خديناش حنا حقنا في هذا الطيوح اللي طيح حنا اللي شاركنا باش نطيحوا. هذه كيقولها زعيم نقابي طيح حزب سياسي شعبي وتعاون عليه. هذا حشومه هذا العار لحق بنقابه كانت عتيده ذات يوم وكانت عندها مواقف مشهوده. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه الاخوان الناس العمال مساكن تيخافوا تيقول لك هاد الاخوان ديالنا ديال النقابه ديال الاتحاد مزيانين ولكن راه الا مشينا معاهم غنوليو في مشاكل ونقدروا نمشيو للحبس وما نعرف شنو. هادشي ماشي صحيح. هاد النقابه هي اللي عندها في الدم ديالها تتقلب اولا وقبل كل شيء على المصالح ديال العمال والمصالح ديال المقاولات. لانه حنا ماشي غير كيهمنا بحال اللي كان واحد الصقع حتى ديك فاس هي مدينه مباركه ولكن فيها شي صقوعه. كان واحد الصقع تمايا كيهمو غير يدير الاضراب واخا يتشتوا العمال وتوقف المقاولات. وكان كيدخل على بعض رجال الاعمال حتى الديور ديالهم وحتى البيوت النعاس ديالهم. واحد الصقع راه دابا لقى الافعال ديالو هو خارج المغرب كاع ما عرفنا حتى فين مشى. طبعا مشى تيقول الفليسات اللي جمع على حسابكم. المداويخ كاينه ولا ما كايناش؟ ما تبقاوش مداويخ. انتبهوا يا عمال اذا كنتوا عمال حقيقيين مزيان تكون عامل. العامل هو سيد الناس لانه ياكل من كسب يديه ومن عرق جبينيه. ما كياخذش المال ديال الدوله وما كيدي المال ديال حتى واحد. هذاك العامل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يده وقال هذه هي اليد التي يجب ان تقبل. ولهذا خصكم كذلك تكونوا فايقين ماشي اللي جا بدا كيزوق عليكم في الكلام تبعوه واخا يخرب البلاد. هاد النقابه الاخوان كتحرص على المصلحه ديال المقاوله اولا لان المقاوله كيخصها تعيش ولا عاشت غادي يعيشوا العمال ولا ما تفاهماتش غادي نتفاوضوا معاها وكذا ولا احتجنا نضغطوا عليها باضراب ولا بشي حاجه معقول. ولكن ماشي كنمشيو كنضغطوا بالعمال وبالوقفات وبالاضرابات وفي الليل كنمشيو عند مالين المقاولات كنتفاوضوا معاهم كيدوروا معنا
فهمتيني ولا لا؟ كنرجعوا تنقولوا للعمال على كل حال كذا كذا، ولا كنجيبوا لهم شي مكتسبات قليله وتنقول لهم الله يصبحكم على خير. هذا الشيء ما خدامش الاخوان. وهذا هو، هذه هي الحاله ديال النقابات الاخرى مع الاسف الشديد. فانا تنقول للعمال، يا عمال الدار البيضاء، يا عمال المغرب، اجيوا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ما غيبيعوكم، ما غيغدروكم، ما غيغامروا بالخدمه ديالكم، ما غيغامروا بالمقاوله ديالكم، جهد المستطاع. ما تخافوش، الدوله ما غدير لكم والو، الدوله ما كتدخلش في هذا الشيء، ولا تدخلات الدوله حنا غادي نقولوا لا هذا الشيء ماشي معقول وغادي نوقفوا في وجهها. مالها الدوله؟ هي الله. نحن هنا لنقف في وجه المنكر من أي جهة جاء، والنهار اللي ما نقدوش نديروا هذا الشيء غنمشيو لديورنا، وعلى الأقل غنديروه بمقدار باش نكون معكم زعما صريح وواضح. ما تسحب لكم راني عنترة بن الشداد، أنا غير عبد الإله بن كيران، ولكن مع ذلك هذا الشيء ضروري. إذا النقابات ديالكم الآخرين إلا من رحم ربك كيبيعوا فيكم ويشريوا، تخوفكم من السلطة، تخوفكم من الطرد، وكتخافوا، وملي كتخافوا كتمشي الحقوق ديالكم. صحيح الطرد مكلف وصعيب، وبنادم تيكون خدام ما تيبغي، ولكن النضال لا بد له من تضحية. ما كاينش الاخوان نضال مجاني، ما كاينش. النضال لا بد فيه من تضحيه. اللي ما قدرش ما يزيدش من الاول، يبقى اللور. هذاك اللي غيزيد يكون مستعد، والرزق كاين عند الله سبحانه وتعالى، ما عند حتى شي واحد من غيره. هذه المساله الثانيه اللي بغيت نقول لكم، ما تبقاوش تخافوا اكثر من القياس. كنتكلم معكم ومع العمال الاخرين ديال الدار البيضاء اللي فيها اكثر من 1,000,000 عامل في تقديري والله اعلم. المساله الثالثه الاخوان الكرام، وان هذه النقابه هذه هي نقابه ما تتفكرش فيكم كعمال فقط او كموظفين فقط، ولكنها نقابه تريد العدل. دابا السي عزيز اخنوش عنده الماليه ديال الدوله كيشري بها الناس، تيحاول يتهلا في الموظفين، حيتاش ماشي من جيبو تيخرج داك الشيء، تعطيهم من المال ديال الدوله. باش شنو؟ باش يصوتوا عليه. النهار الاول قال لهم غنزيدكم 50,000 ريال، فهمتيني ولا لا؟ صوتوا عليه. ملي طلع ما زادهم لا 50 لا 70، ملي تزير زادهم 30,000 ريال. النهار الاول قال لهم اللي كبير في السن غنعطيه 1000 درهم، ملي طلع ما عطى لا 1000 لا 77,000، قال لهم غنعطيكم 10,000 ريال لكل عائله فيها راجل كبير. اللعب على الكلام. كان عندنا عشرات الالاف ديال العيالات كيقبطوا 21,000 ريال حيت ارامل وعندهم الدراري، ملي طلع حيد لهم 21,000 ريال، اللي حيد ليها كل شيء حيد ليها كل شيء، اللي ما حيد ليهاش خلى ليها 10,000 ريال، او اللي كانت كتقبض 14 خلى ليها 10. ما كيفهمش انك تزيد المليون ديال الناس مزيان، ولكن تحيد المراه وحده لا يجوز. هذوك اللي زدتيهم مزيان كان ممكن ما تزيدهمش، ولكن هذيك اللي حيدتي لا جرحتيها، والدم راه كيسيل من عينيها ماشي الدموع. ولكن مسكينه، هي مراه مسكينه ارمله، ما في الباديه، في سوس، في الريف، في البزايان، في الغرب، في دكاله، كانت كتقبض 21 بدات تقبض 10. ما فهماتش علاش، قالوا لها التغطيه الاجتماعيه. دغنيش ردوا البال للكلمات. راه الكلمات، كل الكلمات اللي كيستعملوا راه هي كلمات مدروسه باش يلعبوا عليكم، باش يدوخوا عليكم. متى سيستيقظ هذا الشعب؟ ودابا كيدير نفس الشيء. اسيدي اسمح لي،
واش الموظف داير لي حانوت بوحدو والعامل داير لي حانوت بوحدو؟ ما تقولش العامل 5% عطيناه حنا 10% في العام، كل عام كنا كنعطيو 10%، ولكن كانت ظروف ماشي بحال دابا. دابا خلينا لك الفليسات وصححنا لك الضريبه وتحسنت المداخيل ديال الدوله، وعندك دابا الانفلاسيون. شنو هي الانفلاسيون؟ التضخم. عرفتي شنو هو التضخم؟ التضخم هو كتجيو كتشريو اللحم 70 درهم 80 درهم، المعدل كان 70 درهم، دابا كتشريو ب 100 120، بمعنى اخر ان الفلوس ديالك كانت عندك 40 ولا 50 ولا 60 راه باقيه هي اللي عندك، ولكن داكشي اللي كنتي كتشري بها قبل طاح. انا هضرت مع وزير من الحكومه، قلت له هذا الشيء اللي كديروا، قال لي السي عبد الاله ضروري نزيدوهم حيت التضخم، ولكن واش ضروري تزيد الموظف والعامل بلاش؟ العامل اولى باش تزيدو، لان العامل الاجره ديالو ضعاف من الاجره الموظف. المتوسط ديال الاجره ديال الموظف هي 8000 درهم، كل موظف الا جمعتيهم وقسمتي داكشي اللي كيشدوا على العدد ديالهم كتلقى 8000 درهم. المتوسط ديال المدخول ديال العامل لا يصل الى 4000 درهم، بالكاد يمكن يصل الى 3000 درهم. ولكن هاد الناس ما كينظروش على انك انت عامل، اذا انت مواطن عندك الحق، لا، كيشوفوا واش يمكن دير لهم الصداع والشواش والمشاكل والاضرابات وتوقف في الطريق ودير لي جيلي جون بحال اللي دار فرنسا او لا. كيشوفوا ريوسهم متفاهمين مع النقابات، كيدوروا معاهم، فهمتي ولا؟ النقابات فرحانين، الريوق سايلين اليوم من هنا ومن هنا، وتيقول لكم شي كلمات لا حنا ما غنتنازلوش بطاطا بطاطي ما والو الى اخره، فهمتي ولا؟ وفي الاخر ما كتشوفوا نتوما والو، وكيرجع كل واحد لدارو بالكيه ديالو في القلب ديالو، كيشوف ما تيفهمش، ما كتفهموش داك الشيء اللي كيوقع عليكم. هذاك الشيء علاش مطمئنين؟ واش تيقولوا؟ الا كاع خرجوا شي نقابه خرجت تسخن ليها الراس، ولا هذيك النقابه ديال الاخوان، فهمتي ولا؟ الا خرجت ليها الراس راه نقابه قليله غادي نربيوها، نعاودوا لها التربيه بحال اللي قال لنا السي عزيز اخنوش، وهو كيربينا الاخوان وكيربيكم معانا وانتم ساكتين. انتم اللي جبتيو، حيت كيتلاقاو الناس في الزنقه تيقول يا السي عبد الاله مشيتي وخليتينا مع هادو جالسين كيتكرسوا علينا، تنقول لهم راه انتم اللي صوتوا عليهم، تيقول لك لا والله ما صوتنا، ما عمرنا صوتنا على التسويق. سمحوا لي، انتم اللي صوتوا عليهم، وراهم عوالين يعاودوا يجيو ويعاودوا عليكم بالخرايف البيته ويوعدوكم بالوعود الخاويه باش تعاودوا تصوتوا عليهم. ولا بغيتوا اخويا تصوتوا عليهم صوتوا عليهم، انا مالي، انا ما عندي حتى مشكل، لا انا لا الناس ديالنا لا داكشي اللي كتب الله راه حنا تنعيشوا به وانتهى الكلام والسلام، انما ندافع عنكم. قالوا لي هاد الايام مشى لاكوراي ودار لهم حفله وذبح لهم 60 حوله. واش دابا هذا العام ديال تذبح 60 حولي بعدا هو سيدنا عفانا باش المغاربه ما يتمحنوش حتى من العيد، وانت طالع تذبح 60 حولي قبل العيد؟ اولا. ثانيا المغاربه ما بغاوش 60 حولي ياكلوها في نهار واحد ويطبلوا لك ويمشيو بحالهم. واش باغي زعما تقلد عبد الاله بن كيران ملي كان كيطلع لاكوراي؟ عبد الاله كان كيطلع لاكوراي ماشي هو اللي كيذبح 60 حولي، هما اللي كيذبحوا. وتيفرحوا بعبد الاله بن كيران وتيجيبوا له واحد الطريف حتى هو ياكلو. هذه الحقيقه نكذبوا على الله، هما اللي كيذبحوها، كان كيجيو بالقلب ديالهم، ما كيتعطى لهم لا فلوس لا باش يجيو، ما كتدخل لا سلطه لا والو، ما كنستعملش رئاسه الحكومه ولا المكانه اللي عندي باش نبدا كنجيب الناس. ولهذا انا كنقول لكم واخا العدد ديالكم قليل، الله يرحم عليها احرضان قال لك كمشه ديال النحل احسن من الشواري ديال الدبان. نتوما جيتيو لريوسكم وجيتيو بالقلب ديالكم
وجيتيو بالحب ديالكم وجيتيو باللب ديالكم وكتثقوا في الاخوان ديالكم وكتثقوا باللي بغاو لكم الخير وكتثقوا باللي كيبذلوا مجهود وما غاديين كيحجموا في هذه النقابه واخا انها ممثله واخا انها عندها داك الشيء اللي كيخص يكون عندها كيلغيوها من الحوار. واش عرفتيو الجواب على هذا الشيء شنو هو؟ المغاربه هو تدخلوا بطريقه مكتبه لهذه النقابه وتوقفوا في وجههم وتحمروا فيهم عينيكم. يسحب لكم بالقبلات والكلام الجميل والمنمق والمجاملات الخاويه. احنا راه ماشي ما عرضناش على اخنوش وعلى الجقر فقط، حتى مخارق ما عرضناش عليه باش يجي عندنا للمؤتمر. ما يمكنش اللي كيطالب بالثمن ديالو من اللي باعنا وشرا فينا نعيطوا عليه. هاد المجاملات الخاويه ما بقاش في الوقت ديالها. اللي بغى المصلحه الحقيقيه ديال الوطن ماشي ديال العمال، ديال الوطن والمواطنين والعمال والعاملات والمقاولات، المصلحه الحقيقيه. حيت ارباب المقاولات انا كنقول لهم واحد القضيه، تهلاو في المستخدمين ديالكم عباد الله. ملي يكون اتساع، ملي ما يكونش عندكم راه هما يصبروا معاكم. ملي ما يكونش عندكم وريهم الحقيقه راه هما يصبروا معاكم. ولكن ملي تكون القضيه عندكم مزيانه تهلاو. علاش كيتحقر هذاك الانسان اللي كيدير الخدمه يعني كتبان في المجتمع طايحه؟ مثلا مول الزبل اللي كيجمع الزبل علاش كيتحقر؟ علاش كياخذ اجره قليله بزاف؟ علاش؟ واش نعطيوه المهمه ديال يجمع الزبل وفي نفس الوقت نعطيوه الاجره قليله؟ هذا زعما كيجيكم نتوما زعما هذا منطق؟ تقول لي السي عبد الله انت كنتي رئيس حكومه وما قديتيش الحال ديال بحال هاد الناس. انا قديت جهد المستطاع وكاين حوايج اللي درتهم وكاين الحوايج اللي فاتوني. باش نكون معكم صريح سحب لكم انا راني جاي باش نبدا نعاود لكم الخرايف. الانسان اللي كيخدم الخدمه اللي كتبان صعيبه ولا طايحه هو اللي تيخصو تكرمو وتعطيه الحق ديالو، وعلى الاقل خاصك تضرب له الحساب. قول مع راسك هذا المخلوق اللي قدامي باش يكري شحال خصو، باش ياكل ويشرب شحال خصو، باش يقري وليداتو شحال خصو بالقياس. ما قلنالكش تصيفطهم لهارفارد يقراو، ولكن غير الدري الا حسبتي له غير شحال ديال بيمو خصو غير ديال الدرهم شحال خصك تعطيه في الشهر. احريله ولا في الجامعه. وطبعا انتم دابا يعني المغاربه راه ولادهم تبارك الله وصلوا للجامعه وصلوا تيخصو باش يعني يقابل. ها هو في الدار غادي يقضي باللي كتب الله، غياكل عنده سل اللوبيا والى اخره وياكل اللحم مره في السيمانه ماشي مشكل. ولكن المصاريف الاخرى كيف غيدير لها؟ ضرب الحساب ديالو بحال اللي كتضرب الحساب ديالك. ما قلتلكش تقاد معاه، ما قلتلكش دير قدك كدو. انا كنقول لرجال الاعمال ما تخليوش الحقد يتسرب القلوب ديال المستخدمين ديالكم. راه هذوك خوتكم وتيبغيو لكم غير الخير، ولا تهليتي فيهم راه ما يقصروش معاك في العمل، والا راك تديرهم بيد لقمه سائغه في يد النقابات المرتزقه ويقولها لكم رئيس حكومه سابق. طبعا احنا ما كناش كنعطيوهم الفلوس ما كذا الى اخره. ما كنهضرش معكم على الفلوس رسميا، الفلوس رسميا كنا كنعطيهم لهم. كنهضر معكم على الفلوس اللي كيمشيو للجيب. ولا كذبتيوني شي واحد الا مشى للدار ديال شي واحد فيهم يقول لنا كي دايره. بعد النهار قال لي واحد الاخ عزيز مشى عند الله قال لي السي عبد الله الدار ديال الحارس ديال واحد فيهم احسن من الدار ديالك. يا حصيل نعاود نخليو هذيك الدار ديالي في افتقارات الساعه. ياك ما ضرتكم الشمس. شويه اخواني، احنا في النهايه قبل ما نكونوا نقابه او حزب سياسي حنا كننتميو اول قبل كل شيء لواحد الامه. احنا امه يجمعها الاسلام اولا وقبل كل شيء.
وتجمعها اللغة العربية. حنا ملي تنقولوا العروبة ماشي معناه أننا كلنا عرب، كاين فينا اللي عرب، كاين فينا اللي شلح، فهمتيني لا، ولكن تجمعنا اللغة العربية. ثم الآن اللغة الأمازيغية التي تأخذ مسارها شيئا فشيئا كوسيلة للتواصل، ليس كوسيلة للتفرقة. لأن ما يمكنش هذا الكلام نقولوا هادو شلوح هادو عروبية، غنديروا حزب ديال شلوح حزب ديال العروبية. حنا كنديروا أحزاب واحدة، فهمتيني ولا لا، فيها المغاربة جميعا. ولا كان عند الإخوان ديالنا الأمازيغ شي مشكل كلنا نتعاونوا معاهم، كلنا نتعاونوا عليه باش داك المشكل ما يبقاش. الا كانت كتضيع بعض الحقوق ديالهم ولا كيوقع التمييز، وهذا الشيء ما كاينش في المغرب. ولهذا الناس اللي كيحلموا يردوا المغرب بحال كردستان كنقول لهم ما تغلطوش، لن تصلوا الى شيء. جلالة الملك ابوه شريف علوي وامه امازيغيه، وكذا المغاربه. انا عبد الاله بن كيران، واحد الباحث عندنا في الجنوب كتب الدكتوراه على الجد ديالي رحمه الله الشيخ طيب بن كيران الذي كان من علماء المولى سليمان، كان معاه ما تقبل منه ب10 سنين، وكيقول ان هذه العائله ديال بن كيران الاصل ديالها من سوس. هكذا كيقول، قال غير واش سوس المغرب ولا سوس مصر ولا سوس ايران ما عرفناش، الله اعلم. المهم سوس والسلام. والو حنا الا كنا من سوس هذا يشرفنا، ولا ما كناش من سوس هذا لا ينقص منا شيء. المهم حنا دابا مغاربه كيجري فينا الدم ديال الاسلام وديال تا مغربيه، تا مغربيه الحقيقيه، ماشي تا مغربيه ديال تازا قبل غزه. لا، تازا مهمه وغزه مهمه، ولكن دابا جاب تازا لغزه. المرقوعين واش ما عندكم عينين؟ ما كتسمعوا والو، ما فاهمين والو، ضختيو لهذه الدرجه. المغاربه المغرب كان في اجماع على الاخوان على القضيه الفلسطينيه، ما كانش شي واحد كيتجرأ يقول شي كلمه ضد القضيه الفلسطينيه. دابا عندنا شي شنو نسميهم، شي ميكروبات لقيت لهم السميه، ميكروبات في السياسه، ميكروبات في الاعلام، ميكروبات في بعض الهيئات الرسميه او شبه الرسميه، ميكروبات خارجين تيقول لك لا حنا سيدي مغاربه ماشي شغلنا في فلسطين. الحمار ديال اخر الزمان. واش ما قريتيش التاريخ؟ ما عرفتيش شنو وقع في الاندلس لما بدات هاد الاماره كتقول انا ماشي شغلي في الاماره الاخرى حتى تشطبوا كاملين؟ الحمار. والحمار راه ما عجبوش الحال دابا اللي كنقارنك به. حنا ما عندنا حتى حاجه ضد اليهود عباد الله، اليهود هما اللي عندهم ضدنا، ماشي انا اللي قلت هذا الكلام، الله اللي قالوا. ما قالش لا تجدن اشد الناس عداوه لليهود الذين امنوا، قال لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ولكن حنا الحمد لله كمغاربه ما عمرنا ما سالنا اليهم، كان كيوقع شي شويه د الاحتكاكات، والا كيفاش هاد اليهود هادو جاو من الاندلس للمغرب بالخصوص، وكانوا كيمثلوا 10% من الساكنه ديال المغرب، حتى الوقت اللي خرجوهم الصهاينه بزز منهم ماشي بخاطرهم وداوهم، وفي اطار المؤامرات والتخويف والاهانه والاموال، والتاريخ شاهد على ذلك. داوهم لفلسطين وقال لهم هذه هي البلاد ديالكم، مع انهم مساكن كانوا باغيين يبقاو في المغرب. وهذوك اللي بقاو في المغرب شوفوا الحاله ديالهم، راهم بخير وعلى خير، معظمهم يمكن احسن من المتوسط ديال المغاربه. وهذه 14 قرن وهما معانا، اش درنا لهم؟ وكذلك الاقباط في مصر، وكذلك يعني النصارى في الشام والعراق والى اخره. المسلمين ما كيعاديوش اليهود حيت يهود، الى شي واحد فيهم ظلم، ولكن هما ماشي تيعاديونا، ماشي تيحاربونا، ماشي تيقتلونا، كيطحنونا.
أكثر من 60,000 قتيل. هذه غير الأرقام الرسمية، أنا قناعاتي أكثر من هذا الشيء، أكثر من 100,000. أكثر من 18,000 طفل أو امرأة، وأكثر من كذا 20,000 طفل. واش هذه حضارة؟ واش هذه الدولة الصهيونية، اسمحوا لي الإخوان المغاربة نقول لكم، واش هذه الدولة الصهيونية فيها شي جرام ديال الإنسانية؟ واش هاد الناس اللي كيساندوها الدول الغربية مع الأسف الشديد، وعلى رأسهم هذا ترامب ديال آخر الزمان اللي جاب غيرو بهذا الشيء كامل، يعلم الله فين باغي يدينا. واش ما تيحشموش؟ واش تيقدروا يشوفوا وجههم في المرايا؟ تصور دابا انت لا قدر الله الا غير ضربتي دري كيبقى فيك الحال وكتهود ولا بكا تتبكي معاه، فكيف بقتل حوالي 20,000 طفل او اكثر؟ راه صحوا لي الرقم الاخوان ديالنا، حيت النساء وحتى الرجال اكثر من 30,000 طفل، اكثر من 30,000 طفل. تصور لو كان كنت انت قاتل طفل واحد عمدا وتجي تعترف بها صاحبي، اعترف بها، دير شويه الرجله قبل ما تمشي، راك مدلول. كتعرفوا ماكرون الا ما دارش هذا الشيء ما عرفتش غيكون ماكرون ولا ماكرون ولا ما عرفتش شنو يكون. فلهذا كيفاش هادو خوتنا دمنا ولحمنا الحقيقي. انا الوالده ديالي سميتها الشامي. وشنا هي الشامي؟ معناها جايه من الشام قبل 7 قرون، الاباء ديال الاجداد ديالها. والشام شنا هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، هذا هو الشام. والعائلات ديالنا باقيين تمايا، باقي عندنا الحاره ديالنا، بمعنى تمايا واحد الحي ديالنا المغاربه، حاره المغاربه، واحد الباب كيدير المسجد الاقصى سميتو باب المغاربه، عطاه لهم صلاح الدين رحمه الله. وكان المغاربه ما كيمشيوش للحج فقط، كيمشيوش لمكه والمدينه، كيمشيو لمكه والمدينه كيعتبروا الحج ديالهم نقص الا ما دازوش للمسجد الاقصى، ما زاروش القدس، وكيسمى التقديس عندهم. وبقات عائلات تمايا مغربيه وما زال لحد الان، وعلموهم الكسكسو وسموه الملفوف. والحسن الثاني الله يرحمه عطاهم الجنسيه، اسره العالمي وغيرها. انا وراوني هذا الشيء. تا كيجيك شي ميكروب ديال اخر الزمان، لانه بغى يربح الفلوس مسكين. صحيح الفلوس مزيانين، ولكن ماشي الفلوس اي فلوس، راه كاين حتى الفلوس ديال الدعاره، وكاين حتى الفلوس ديال المخدرات، وكاين حتى الفلوس ديال الجريمه، وهذه فلوس ديال الجريمه. واخا تفتح لك دوزيام الباب او غيروها، الناس ما كيبغيوكش. والنهار اللي كانت عندهم الفرصه ضربوك بالقراعيد المال، لان ما كانش في يديهم حاجه اخرى. حشومه عليك وعيب عليك، وبقيتي فيا في الحقيقه. لو كنتي بعقلك تحافظ على راسك وتحافظ على الكرامه ديالك. تاكد ان الناس يشتمونك من داخل قلوبهم، انت ومن معك ومن يساندك ومن يسير في هذا الاتجاه. احنا مغاربه ومسلمين، ولغتنا العربيه والامازيغيه، ونحن انصار للقضيه الفلسطينيه بدون تحفظ. وعلى راسنا جلاله الملك عباد الله. ما تنهضرش على محمد الخامس الذي كان يناصر القضيه الفلسطينيه ولو كانت تحت الاستعمار. ما تنهضرش على الحسن الثاني اللي صفت الناس يموتوا تما على فلسطين في الجولان، وعلى فلسطين في سيناء وماتوا تما. راه خوتنا عائلاتنا راهما تمايا. تنهضر على محمد السادس اللي قال لكم هذه القضيه الفلسطينيه بالنسبه لنا حالها بحال القضيه ديال الاقاليم ديالنا الجنوبيه. والاقاليم ديالنا الجنوبيه الا اقتضت نضحيو كاملين بسببها غنضحيو. وكذلك فلسطين، لو كان هنالك سبيل باش يمشيو الشباب ديالنا يقاتلوا تما والشيوخ ديالنا يقاتلوا تما، والله ما يوقف المجد ديالهم والسيل ديالهم. كنحلف لكم بالله. واش ما شتيوش هذوك الدراري ديال الرجاء اش قالوا لهم؟ خليونا الله يرضي عليكم، خليوني نخدم المصطلحات ديالي انا.
الوداد والرجا بجوج. قال لها الدولة اش ديري بينا؟ الدولة اش ديري بينا؟ صيفطينا لفلسطين نقاتلوا الصهاينة. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ ردوها معايا. شو واش تردوها فيكم شي رجله ولا؟ يلا العيالات ردوها، راه الرجاله ديالنا كيخافوا شي شويه. يلا وقولوا الدولة اش ديري بينا؟ والو ما قد اجي يقول انا واش كاين. يلا والله ما كلتيوها لا زدت معاكم. يلا معنا. يا دولة اش ديري بينا قتلوا الصهاينة. يا دولة واش ديري بينا سبطينا فلسطين قتلوا الصهاينة. الأولى يا دولة فوق دابا وقفوا بينا قتلوا فلسطين قتلوا الصهاينة. يا دولة واش ديري بينا سبطونا فلسطين قتلوا الصهاينة. يا دولة واش ديري بينا سبطينا فلسطين قتلوا الصهاينة. اش تشكيني؟ راه انت كتنفع. انتم قريتيو معنا شويه ولا والو؟ شي وحدين فيكم ياك اللي خلات فيهم الشمس شي بركه. وانت صاحبي صلع ما ديرش حتى طاقيه فوق راسك. الرجاء والوداد انا نقول لك واحد القضيه، المغرب كله حتى عبد الاله بن كيران. واش غنقول لكم؟ هاد خوينا هذا اللي هذا تيتسمى الشرعي اللي قال لك كلنا اسرائيليون. الشريف، راك الشريف بعدا. هذيك عائله الشرعيه راه ديال الشرف. هذه تشريف من سلاله الرسول صلى الله عليه وسلم كتقول هاد الكلام. ماشي كتقول كلنا اسرائيليون معنا يهود، لا، كتقول انت كلنا اسرائيليون معنا حنا من الانصار ديال الدوله الصهيونيه. اعوذ بالله من هذا الكلام، واعوذ بالله منك ان كنت ما زلت عليه، وادعوك الى ان تتوب الى الله انت والانصار ديالك. هذاك الباهيه اللي عندك داك اللي خدام بهم ما نعرف شكون اللي عاطيك هذا النفوذ في هذه البلاد، كتقصف فينا باستمرار وبقى تقصف حتى تشبع. ياك جاك المؤتمر وشتي بعويناتك بقى تقصف وزيد قصف. في الاخر انت كتقصف وحنا كنتزادوا. انت كتقصف والخوت ديالنا كيزيدوا يسخاو. انت كتقصف وتيكبر النضال، لان الناس كيميزوا بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وتيشوفوك مادام انت كتقول كلنا اسرائيليين ما كيثيقوش فيك. خذ ديك دوزيام شريها كاع، ولا ديرها في جيبك، ولا طلع عليك مرتك ما تقضي بها والو. حنا كنهضروا غير مره ملي كتكون شي مناسبه بحال هذه، والكلام ديالنا الحمد لله تيوصل للقلوب. لو كان كتسمع اش تيقولوا لي الناس كون راك حشمتي. لو كان كتسمع اش تيقولوا لي الرجال الكبار والعيالات الشرفات، هذوك هما اكبر الانصار ديالي، هما دوك العيالات الشرفات. فهمتي؟ هذوك العيالات هذوك. وحده قالت لولدها قبل ما يمشي للمؤتمر، حيت ما قدرتش نعاود النكته، ملي جيت نعاودها لقيت راسي بحال كندير شويه ديال. قالت له سمعت ولادها قال له مالو قال له راه غيمشيو للرباط باش يصوتوا على الامين العام. قالت له دوزوه ليا. هذاك الاخ ديالنا الاشقر فين هو بعدا؟ كاين هنا فين؟ اجي عاود المسجد ان شاء الله تعاود لنا. انت مول الشعارات. يلا اجي عاود انا انا يسحبني واش التسجيل. لا هنا. السلام عليكم. المهم اللي حدث وان سولت عليا قالوا لي راه في واحد المؤتمر، قلت لهم المؤتمر قال لي عندهم في الحزب شي حاجه بحال الصوت. قلت له كيفاش الصوت؟ قال لي بحال عبد الاله بن كيران ساله ويقضيو دابا ما يجدوا ليه ولا صافي يجي امن عنكم كيركبوه يضعف ليا. قلت له شوفوا وليدي خليو لينا عبد الاله بن كيران ما حتى دواء ما عرفوا واش يقول. فهمتي؟
لا غير شي وحدين عندنا في المؤتمر ما وصلتهمش هذه الرساله من هذيك السيده، فهمتي ولا؟ ولكن راه انا خوتي وعزاز عليا، ماشي كلهم كاين شي وحدين با جوسكو لابا، ولكن في العموم اخواننا واحباؤنا، ودرنا المسار مجموعين وغنستمروا فيه مجموعين ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا ما عنديش مشكل شخصي، ملي غيجي الوقت باش نمشي انا نمشي، فهمتيني ولا لا؟ المهم انا عندي ماشي هو نمشي ولا نبقى، خصني نتوما تكونوا بخير وتقوموا بالدور ديالكم، تكونوا منارات ديال الاستقامه، كل واحد فين ما كان، عامل، معلم، استاذ، حرفي، تاجر، بائع خضر، بائع فواكه، بائع يعني العطريه واش كتسميو هذوك؟ لا التوابل. راه ولاو شي سميات كيمشيو ليا، فهمتي ولا لا؟ استاذ، مهندس، طبيب، وزير، رئيس حكومه، سفير، راه ما لن ننهض بالسياسات وبالحكومات فقط، واخا يكون فيها عبد الاله بن كيران، خاص المغاربه يرجعوا للمعقول، حيت دابا المغاربه كيشوفوا الغشاشه الفوق تيقولوا اذا الغش هو اللي كينفع، كل واحد كيحاول يغش في داك الشيء اللي قدامه، اللي بغى يغش في اللبن، واللي بغى يغش في الزبده، واللي بغى يغش في العصير، واللي بغى يغش في كاس كروط، واللي بغى يغش. اودي لعنا الشيطان المغاربه الله يهديكم. راه حشومه الماريكان اللي عاد زادوا البارح، هذوك الماريكان راه 250 عام ما كانوا كاع موجودين في هذه الكره الارضيه، ولا 260 عام. الدوله ديالهم يلا عاد البارح تزادت. جايين المغرب اللي عنده اللحم حمر، وعنده المروزيه، وعنده الطنجيه، وعنده البسطيله، وعنده الكسكس، وعنده الحرير، وعنده داك الشيء اللي ما يتحدش. جايين يبيعوا لنا الخبز والكفته. واش ما كتحشموش الاخوان المغاربه؟ جايين يبيعوا لنا الخبز والكفته، وكندوز قدام المحلات ديالهم كنلقى الطوموبيلات حتى لهنا. نتوما هاد موادكم واش باقيين كيديروا في الدار؟ ما بقاوش كيعرفوا يصاوبوا لكم الخبز والكفته والبطاطا المقليه وداك الباكور الهندي اللي كيديروا لكم هادو، فهمتي؟ ولكن الناس كيقولوا هادوك نقيينها، ما نقيين والو، وتيبيعوا لكم السكر، السكر كاين في الخبز نعم، وتيبيعوا لكم الملحه، وتيبيعوا لكم كيبيعوا لكم الملونات، وتيبيعوا لكم الدهون، وكيبيعوا لكم المرض، وكيبيعوا لكم الكونسير. انا كنمشي تنقول لكم، انا سمعتو بودنيا من برامج ديالهم، وتيشدوا الفلوس منكم وتيعطيوهم لاسرائيل باش تخلخوا. معقول هذا الكلام؟ دابا بغيت غير نفهم، واش غتفيقوا ولا نبقاو ناعسين كاملين؟ راه ما عندنا ما نديروا، الا بقيتو ناعسين حتى حنا غنرجعوا نعسوا، ما فيها لا اله ولا حتى. لا سمحوا لي، جمعوا ريوسكم، واللي ناضي يدير شي حاجه، اللي ناضي يدير شي حاجه ترجع الكرسي ديال الحكومه. واخا شوف تتكون القضيه عندي وقولها لي، القضيه في يديكم نتوما. الا صوتيو عليا وبغيتوني نرجع غادي نرجع، ما صوتيوش عليا مشيت في البوزيت، لا انا لا نتوما. كيسحب لكم. واش انا هاد القرار تيتاخذوا سيدنا بناء على الدستور اللي كيعين من الحزب الاول اللي جا، صوتيو على الاحرار جاكم اخذوش سيتو. بغيتيو تصوروا على العداله والتنميه غيجيكم واحد من العداله والتنميه، عبد الاله وما غير واحد منكم، يمكن يموت، يمكن يمرض، يمكن يعيا، راه عيا بعدا باش نقولها لكم بصراحه. احنا شوف راه كنكملوا معاكم غير بالستارتر اللي تيقول المغاربه. وشنو هو الحل؟ ما رحنا عينا صافي، خصنا والله يخرج العاقبه بسلام. دابا انا ما غنهضرش معكم على الحكومه لان ما بقى عليها ما يتهضر. هاد الحكومه الاخوان فقدات المشروعيه، حكمانا دابا غير بواحد السلك، الا بحبل من الله وحبل من الناس. علاش؟ لان الحكومه باش كتوصل الحكومه كتهضر مع الشعب، ملي كتوصل للفوق كتلقى راسك باللي يمكن لك تعلق. كتفهموا هضرتي ولا لا؟ في الاول خصك اللي يطلعك من التحت، ما كاينش اللعب. طبعا الا كان عندك شي سعد بحال ديال عثمان الله يذكره بخير، ولا المعطي بوعبيد ولا شي حاجه، كيعطيوك الكرسي من النهار الاول باش توقف،
الناس كيسحب لهم تراك طويل، انت غير دايرين الكرسي لتحت. باينه القضيه ياك. ولكن لا كنتي مناضل حقيقي كاع، تكون انت من العداله والتنميه، كتبقى تشعبق. راه حنا النهار الاول فاش بدينا الاخوان راه كنا كنقولوا محال يلا الا جبنا واحد. 97 قلنا يلا الا جبنا واحد، جبنا 9 وماشي جبناهم، طيرناهم خرجناهم من فم السبع. والحقيقه حنا ما جبناش 9، جبنا اكثر، حوالي 30 اللي جبنا ذاك المره. هذه هي الاخبار اللي وصلتنا، ولكن الله اعلم. شكون زعما الامور زعما واضحه في الذهن ديالكم، وبقينا غاديين كنقزوا شويه بشويه. واحد الوقت كتلقى راسك طلعتي لفوق، او من والو ل 9 ل 42 ل 46 ل 107 ل 125. باي كتلقى راسك كتشعبق كتلصق. يقدر يعجبك داك الشيء، لا بدا يعجبك، كذبوا على الله. الا ولات عندك ماندا فيها 6 المليون، ولاو عندك 2 ديال الطوموبيلات، ولاو عندك الوجاهه وكتبان في التلفزيون، ولا عندك سائق ولا 2، كيفاش ما يعجبكش الحال؟ لا قال لكم شي واحد انا عندي زايد ناقص نكون وزير، كذبوه، يقولوا انت كذاب. اش تيقول ابن الجوزي رحمه الله؟ قال: من ادعى انه لا يحب الدنيا فهو عندنا كاذب حتى يثبت صدقه، فاذا ثبت صدقه فهو احمق. واش كتفهموا هضرتي ولا لا؟ مشكله عندي انا وياكم والله العظيم. خصكم تقلبوا على شي امين عام يوضح لكم اكثر. ما انا كيظهر لي هذا الشيء ديالي ما بقاش تاكل بزاف. هذا الشيء ملي تيعجبك كتعلق، ملي كتعلق كتنسى هذوك اللي طلعوك النهار الاول. ما بقاتش هذه الحكومه كتفكر فيكم، نتوما صوتيو عليها. واحد العدد ديال الناس في المغرب خداو الفلوس، وحدين ربما خافوا من بعض رجال السلطه، وحدين ما عرف زويره لهم. اذا اش كيقولوا مع راسهم؟ دبروا المخهم هذوك المقطعين، ماشي مشكل. لا ما بغاوناش غادي ندوروا معاهم تعاود ثاني ونعاود عليكم شي تخربيقه، فهمتيني ولا لا؟ وتعاود ثاني تصوتوا عليهم، ويعاود يعطيكم شي وعود كاذبه بحال هذه اللي عطاوكم المره الاولى. قال لكم غادي ندير لكم الدوله الاجتماعيه، الشعار مزيان، سيدنا الله ينصره هو اللي صرح به. الا باقي كنتذكر شنو هي النتيجه؟ كانت عندكم 18 مليون عند الرميد، حيدوا 8 المليون خلاو 10 المليون عندها لامون. علاش اخويا؟ انا الرميد عاجبني، مالك انت علاش تحيدوا ليا؟ واش صحيح هادشي ولا ماشي صحيح؟ بون، بلا ما نتكلموا على المشكله ديال التعليم والمشكله ديال الصحه والى اخره، ولكن واش الاخوان المغاربه سمحوا لي، راه ما حتى انا راسي ما فيه قلالات. دابا جينا لعندكم تنشرحوا لكم شي حاجه سميتها تضارب المصالح. شنو معنى تضارب المصالح؟ تضارب المصالح تيقول الا كنتي مسؤول في الدوله وكان في يدك القرار وعرفتي واحد الحاجه فيها واحد المصلحه، ماشي من حقك تشارك فيها انت، لان عندك واحد المعلومه اللي ما عندش الاخرين، وعندك واحد الوضعيه قانونيه اللي ما عندش الاخرين. اذا انت كرئيس ديال الحكومه او كوزير او كمسؤول على جماعه او اي مسؤوليه لا تسمح لك بان تدخل في الصفقات، لان المعلومه اللي عندك كتعطيك واحد لافونتاج اللي ماشي بحالك بحال الناس، وهذا يتنافى مع العدل، والعدل غير مسموح بالاساءه فيه. الملك يقوم على العدل، العدل اساس الملك، واذا ضاع العدل ضاع الملك. انا كنقولها لكم وليسمعها من اراد ان يسمعها. هاد الناس هادو جاو دار البيضاء خاصها الماء، كاين مشكل ديال الماء في المستقبل مزيان، سيدنا عطى توجيهات باش نديروا واحد المحطه ديال التحليه ديال المياه ديال البحر ديال المستقبل مزيان. جينا دخلنا درنا يعني المنافسه، دخلت شركه ديال رئيس الحكومه، ولكن قال لك اسيدي انا ما بقيتش رئيس ديالها مزيان، واخا كنت زعما كتحشم ما تدخلش، انت وليتي رئيس الحكومه وكلشي عارف بلي هذيك الشركه ديالك ما خرجتيش منها. بلاتي بلا ما تسقوا الله يسامح.
شحال سيدي باش غتاخذ 652 مليار ديال الدرهم ياك اسيدي؟ 600 لا السي عبد العزيز العمري ايوا رد البال شويه 652 مليار ديال الدرهم يعني 6520 مليار ديال السنتيم. طيب خديتي انت الصفقه مزيان، هز هذاك الملف ديال الصفقه وتصنتوا ليا. خاصكم تفهموا ماشي مهم تصفقوا عليا ولا ما نصفقش عليكم، خاصكم تفهموا المراركه. اسمحوا لي، هز هذاك الملف ديال الصفقه وديه لواحد اللجنه كتسمى ديال الاستثمار، ديال الدعم ديال الاستثمار. هاد اللجنه ديال الدعم ديال الاستثمار شنو هي؟ شي واحد الا جا بغا يدير شي مشروع في المغرب كيقول اودي هاد المشروع اللي بغيت ندير بوحدي ما نقدرش نديرو، الا عاونتيوني غنديرو. كنضربوا حنا الحساب في الدوله، كنقولوا هاد السيد اش كيطلب، تنقولوا تيطلب الارض، تيطلب الفلوس، تيطلب داكشي اللي كيطلب. كنديروا الحساب ديالنا. مثلا واحد الانسان غادي يجينا لواحد الباديه ويدير لنا واحد المشروع ويخدم لنا واحد 1000 ديال الناس، كنقولوا هذه فكره مخيره، شحال غنخسروا عليها واحد المليار ديال الدرهم. مزيان، كنعطيو مليار ديال الدرهم وتنخرجوا 1000 ديال الناس من البطاله، تيبقاو ساكنين في الباديه ديالهم وتيبقاو عايشين في الحياه ديالهم وفي نفس الوقت تيخدموا، كتحسن الحاله ديالهم. هاد اللجنه ديال الاستثمار ما يمكنلكش تجيب واحد الصفقه ربحتيها بالمناقصه وتجيبها للجنه ديال الاستثمار. داها للجنه ديال الاستثمار وعطاها هو عطاها 200 مليار ديال الدرهم تقريبا، اولا 230 مليار، بين 220 230 مليار ديال الدرهم. تفضحت القضيه، حنا كنغوتو. جا البرلمان كرئيس ديال الحكومه كيدافع على الشركه. منكر، هذا منكر وعدم حياء. السي اخنوش اش داك للسياسه؟ كتبيعو تشريش، بعتي فلوس، بغيتي تزيد سير خليك في التجاره وخليك في المشاريع. ما تتفهم والو، اسمح لي، ما كتفهمش شنو هي السياسه. كسرتي الثقه ديال الناس بك، ما بقاوش المغاربه كيثقوا بك. والله واخا تبقى تخطب حتى الصباح وما كتعرفش حتى تخطب. انا عارف بلي انت كتقول لي حنا كنا اصدقاء صحيح، ولكن هادشي اللي كدير بسلتي، بالغتي، ما عندي ما ندير لك. واخا تكون خويا ولا ولدي ولا با، والله ما نعقل عليك في هادشي. وكون كنتي با ربما نسكت نمشي لدارنا، ما نقدرش نفضح الوالد ربما، ولكن انت دابا ما انت لا با لا خويا لا حتى حاجه. واخا تكون خاصك تفهم انك راك غلط، وجاي الحكومه بلا حشمه بلا حياه كتدافع على شركه ديالك، ماشي حتى شركه ديال شي واحد اخر. ولكن شي وحدين كيظهروا جبدوا لي ودني، قالوا لي ودي هادشي اللي درتي راك بلغتي. جا هو قال حنا هاد الفلوس ما غنعطيوهمش لهاد الشركه، زعما تراجع. مزيان، ولكن تراجعتي بالفم صحيح في البرلمان، ولكن من الناحيه العمليه القرار مكتوب، خرجته اللجنه، خرج قرار قول غلطنا، ما غنعطيوش هاد الفلوس لهاد الشركه لانها خداتها بالصفقه. لو كنا غنعطيو هاد الفلوس لهاد الشركه نقولوها للناس اللي داروا معنا المنافسه، نقولوها لهم من النهار الاول. واش هضرتي مفهومه ولا ما مفهوماش؟ ايوا مفهومه. واش باقي انتوما اللي عيانين ماشي؟ ايوا واش غنكمل لكم الاخوان؟ الشمس هادو 1500 اللي قدامي تا هما في الشمس. يلا ما نطولش عليكم، بقات غير هاد القضيه ديال الخرفان والاغنام وهادشي. هذه قله الفهامه. دابا كتعطي لواحد الانسان 10000 ريال ياك، كتقول له اجيب الحواله وبيعهم للناس بطريقه مناسبه. هو اللي غيجيب الحواله 10000 ريال دارها في جيب، وانت جاي تشري منه الحولي. واش الا يمكن له يبيعوا لك ب 50 غيبيعوا لك ب 40؟ ولا يمكن له يبيعوا لك ب 60 غيبيعوا لك ب 50؟ ولا يمكن له يبيعوا لك ب 70 غيبيعوا لك خصو غتحيد له الطمع الطبيعي اللي هو عنده باش يكسب ويكثر الفلوس. ما يمكنش، انت ما كتفهمش الطبيعه البشريه. وهذوك الفلوس عطيتيهم لواحد 18 واحد بالخصوص، هذه التصريحات ديال الوزاره ديالو، واحد 18 واحد باش غدا وبعد غدا يحركوا المناطق ديالهم، بحال هذاك البيعه وشريه ديال ولد زروال وداك الشيء، باش يحركوا الناس ديالو باش يصوتوا عليه.
باغي تربح الانتخابات المقبله بالتزوير. دابا انت هذه الولايه الاولى ياك، الله لا يكتب لك الولايه الثانيه. وبلاتي دابا باغي تربح الولايه الثانيه. زعما هاد المغاربه هادو زعما هما ما كيفهموش. والعربون باين غير من الصاله ديالو. وهذا دابا خليه الصلاه عليك في التقار انت. الصلاه ديالو بينه وبين الله، حنا كنهضروا غير على البشر. واش فهمتي؟ وبلا ما نهضروا على عطيتيهم 500 مليون ديال الدرهم تقريبا، هادشي غير اللي عطيتيهم. اما الاخوان ديالنا دايرين الحساب ديال 13 مليار ديال الدرهم اللي ضاعت للدوله. غير 500 مليون ديال الدرهم باش غدا يصوتوا عليك ويجيبوا لك الناس يصوتوا عليك. زعما هاد المغاربه واخا هما صوتوا عليك كاع المره الجايه، واش غدير كاع احسن من هادشي اللي درتي؟ انت رجل بياع شراي باغي الفلوس، ما يمكنش اللي بغى الفلوس لراسو يوصلوا للناس، ما يمكنش. اللي بغى الفلوس لراسو كيدير الفلوس لراسو، اللي بغى الفلوس للناس كيدير الفلوس للناس. وصلاتو شي بركه مبارك مسعود، ما وصلاتوش كيقنع بداك الشيء اللي عطاه الله. راه ما كاين حتى مشكل، راه كل شيء يمكن له يعيش بالخبز والتاي والزيت والعدس واللوبيا وداك الشيء اللي يسر الله. ما تبقاوش تتخلعونا، الله يجازيكم بخير. واش غنقول لكم الاخوان؟ هذاك المؤتمر قلنا لهم راكم شتيو بعويلاتكم، قولوا لي واحد القضيه، هذاك المؤتمر كيفاش حتى نجح؟ زعما واش الحزب زعما في الاوج ديالو زعما بحال الوقت اللي كان طالع ها 42 ها 46 ها 107 لا، الحزب الاخوان طاح تهرس تهريسه وحده، وكان غادي يمشي في حالته للمقبره السياسيه، ولا غادي يولي شي حزيب صغير كيكملوا به شي بيعه وشريه، اما في المعارضه اما الى بقى عيش. ولكن حنايا تكلمنا مع الناس بنيتنا وبالصدق وبالوضوح، وشاركنا بلادنا، ووقفنا في وجه الفساد والمنكر، ودافعنا على المستضعفين، وجينا لعندكم. وفي الاخر وناض مجموعه ديال الناس الصابرين والصادقين اللي ما كانش جايبهم من الحزب لا وزاره ولا حتى شي حاجه، جايبهم من الحزب المصلحه ديال البلاد والدفاع على المرجعيه الاسلاميه اللي هي سر وجودنا وبقائنا منذ 14 قرنا. اذا كنتم تفقهون، راه كاين حكايات تحكي ان المغاربه سافروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وهو حي، ورجعوا الى وتيقولوا من فيكيكي، روايه مضبوطه. فانا باغي نقول لكم الاخوان ديالنا ان هذا الماضي المشرق وهذا الحاضر وهذا المستقبل خاصو رجال. فرضنا حيت كيقول لك السي عبد الاله شنو درتي لنا؟ انا درت امور مشرفه، انا وهاد الاخوان ديالي نفخروا بها على التاريخ. شكون اللي وقف في النهار الاول في وجه واحد التيار اللي كان صادق ومخلص وبغى لمصلحه البلاد، ولكن كان يغامر بالمستقبل؟ هو 20 فبراير. شكون اللي وقف؟ عبد الاله بن كيران اللي وقف وجهه والجماعه ديالو. واخا شي وحدين يعني زيكزاكاو واحد شويه، ولكن دغيا كلشي رجع للصف. واستطعنا نساهموا في الانقاذ ديال البلاد ديالنا بالمبادره ديال جلاله الملك اللي خطب فينا في 9 مارس 2011. هذا بوحده كافي باش هذه العداله والتنميه يمشي ينعس كاع، لقد قدم ما يكفي. ثم بعد ذلك ملي دخلنا شحال من حاجه اللي درناها. وما تواخذوش عليا انني زدت عليكم في ليسونس واحد الوقت، هذاك الشيء درتو لكم باش نتوما، لانه كانوا الشفاره كيمشيو لصندوق المقصه وكيحطوا الاوراق تياخذوا الفلوس. خلوني نقول لكم الامور كما هي. النهار اللي ناضت واحد المراه مسكينه كتقول اودي راه ما عنديش طريقه باش نعرف واش هذا الشيء تباع ودخل ولا ما دخلش للمغرب، نمتيو لا نزلوا عليها، في الاخر مشات في حالتها. قامت القيامه ديك الساعات. علاش تقول هذه الكلمه؟ حيت الشفاره مناش تيخافوا من شي واحد راجل ولا امراه غير يقول شي كلمه يفضحهم، ديك الساعات كتقوم القيامه عليهم.
بلا الحوايج الاخرين، ما نهضروا لا على الارامل ولا على الطلبه ولا على يعني التيسير ولا على يعني التكوين المهني ولا على المنح ولا هذاك الشيء الحمد لله بدون حساب. وهاد الناس هادو جاو قالوا ياك هاد الشيء اللي كيدير عبد الاله غنديروه حنا، حيدوا عبد الاله هو اللي مصدعنا وغنديروا حنا هاد الشيء، ولكن ما تعرف ليش كيحكيو ان واحد السيد فاس كان كيصاوب الناس الخصص دوك الشوارج اللي تيزينوا بهم الدار في كل دار دايز، وشي واحد جا صاوب شي خصه وداك الشيء وكذا الى اخره، ما بغاش يتفاهم معاهم، ما بغاوش يعطيوه الفلوس، قالوا على خاطر جابوا شي واحد اخر صاوب لهم داك الشيء، الماء ما طلعش. قالوا اش غنديروا؟ قالوا مشيو عند السيد الاول، قال لهم تخلصوا كذا وكذا، قالوا له خلص، مشى دار فمو في الخصه دار ويا طلع، قال لهم خاص اوف ديال المعلم. ما تعرفش السي اخوك، ما تعرفش، سير لداركم، سير كل فليساتك، شحال غتاكل كاع؟ راه دوك الفلوس عاود شوف شي فقيه من عندكم من سوس يقرا لك ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يقرا لك هذاك الشيء، هذيك الايات غتفهم مزيان اش كنقول لك، وغتعرف باللي انا كنتكلم معك على مصلحتك في الحقيقه، لان انا والله لا درتي بيه حاجه. لما كانش عندك الرجال اللي فيهم الاستقامه والنزاهه واللي فيهم عندهم المهارات واللي قانعين بداك الشيء اللي عطاهم الله. الاخوان، انا ملي وصلت لرئاسه الحكومه لقيت الناس، سمحوا لي طولت عليكم، انا غادي نحبس ما تخافوش، فهمتوني؟ ياك ما باغي نكمل لكم ان شاء الله حتى العصر، ياك عاد فيه. لا يعني ملي وصلت لقيت الناس ديال رئاسه الحكومه كياخذوا واحد البريمات، اللي الفوق تياخذوا بزاف، اللي الوسط شويه، اللي تحت قليل. جيتي انا قلبت هذاك الشيء، فهمتهم. اللي الفوق قلت لهم انتم عندكم الكافي صافي، ما تاخذوا حتى حاجه. اللي الوسط حيدت لهم واحد شويه، اللي لتحت زدتهم بزاف نسبيا. عمت الفرحه في رئاسه الحكومه كلها، والغريب ان هذوك اللي نقصت لهم ما احتج فيهم حتى شي واحد، وهذاك المجموعه اللي مشات معايا والله ما خداو ريال. فهمتي هذه القصه ولا ما فهمتيهاش؟ لا غنمشي نقلب على شي جمهور كيصفق حسن. دابا حنا الاخوان ديالنا، فهمتي ولا لا؟ سالنا فرنسا خلينا نمشيو. كنقول لهاد الحكومه وكنقول للدوله ديالنا، المغرب خصو الرجال.